غادي نهضروا على عناصر نتاع اللامركزية الترابية. هما ثلاثة ديال العناصر. أول عنصر الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة على المصالح الوطنية. يعني خاص نعترفوا بأن كاين الجماعات، كاين الوزارات، باش نفصلوا بين ما هو لا مركزي وبين ما هو مركزي. ثاني عنصر أننا نعطيو تدبير تلك المصالح المحلية إلى هيئات منتخبة، ماشي نعطيوها واحد الهيئات ولا أشخاص معينين. ثالث عنصر أنه ديك المصالح المحلية خاصها تمارس الاختصاصات ديالها باستقلالية تحت إشراف السلطات المركزية. يعني أنه ديك المجالس المنتخبة تمارس اختصاصاتها بحرية واستقلالية تامة، ويكون فقط الإشراف من المعين. إذا هادو هما العناصر نتاع اللامركزية الترابية. بعد ما هضرنا على عناصر اللامركزية الترابية، غادي نمر مرور الكرام على مبادئ التدبير الترابي اللي جات في الوثيقة الدستورية. وكنلقاو مبدأ التدبير الحر اللي نص عليه الفصل 136 من الدستور. عندنا مبدأ التفريع أيضا، وعندنا مبدأ التعاون والتضامن. هذه المبادئ الدستورية اللي غادي نفصلوا فيها في الحلقات المقبلة.